السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الاسد حبايب قلبي، صفوا ليه كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب كمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي اول مرة بيزوروا قناة ام احمد، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى اولادي واخواتي الموجودين في القناة، حطوا ايه اللايك، شيروا الفيديو، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت عندك في طاقة تفكير، داخل في فرحة، داخل في انطلاقة جديدة، عندك تغيير، رغم ان انت عندك وقف حال من بعض الناس اللي عينهم عليك. انت دايما بتعافر وتجاهد عشان توصل للهدف بتاعك، دايما بالك مشغول، رغم ان انت بتتعب، رغم ان انت بتعمل حاجات كتيرة جدا، بس حاسس ان انت عندك فيه وقف حال. انت في وقف حال، السحر اللي معمول لك اللي دايما بيجدد لك، عندك في مشاكل انت بتحاول تحلها وتتخلص منها، بس عندك في مشكلة محيراك، دايما بالك مشغول بكل الناس اللي حواليك. في عندك واحدة ست خبيثة، إنسانة مش كويسة، دايما بتحقد عليك وبتحقد على أي حد، دايما تحسها بتتكلم عن الناس بأسلوب مش كويس. انت واقع عليك ظلم من أقرب الناس ليك، من دمك ولحمك، ممكن يكون من أهل الشريك، ممكن يكون من أهلك انت. في ناس كتيرة مش سايباك في حالك، زي ما في ناس بتحبك في ناس بتكرهك، زي ما في ناس عايزالك الخير في ناس عايزالك الشر. عندك في مشكلة برج، يعني انت بالك مشغول بيها، وكل ما بتحاول تحلها بتلاقي نفسك مش عارف، بتلاقي نفسك في توتر، في حيرة. عندك في علاقة مع برج العقرب فيها انفصال بسبب سحر، بالك مشغول جدا، جاي مشغول آه ببرج العقرب، عايز تعرف ايه اللي حصل، عايز تعرف. حصل عندك في سحر ملخبط حياتك وملخبط حياتك، من كتر شدة السحر اللي عليك عامل لك وقف حال، عامل لك لخبطة، عامل لك توهان، تشتت. التشتت انت مش عارف تاخد قرار، بسبب ان انت كنت قاعد في امان الله وتحس ان انت اتخنقت ومش قادر تعمل اي حاجة. عندك اكتر حاجات بتشكي منها جسمك، بتحس ان انت جسمك متكتف. مش كده وبس، خلي بالك ان انت عندك في قرين مش سايبك في حالك، عندك كمان في أذى وظلم وجيه عليك. الناس اللي انت حبيتهم وكبرتهم وعليتهم، عندك الميزان ظلمك، عندك برج السرطان وقع عليك ظلم، عندك برج الحمل، الأبراج دي ظلمتك، واللي خد حقك، اللي طعنك، اللي غدر بيك. لا إله إلا الله ده رسول الله. عندك في عين شريرة، عين شريرة مش كويسة ومش حبالك الخير، دايما بتعمل لك أسحار بطريقة كبيرة جدا، لازم تخلي بالك. عندك في فرحة جديدة، بس حاول ان انت تعمل حدود بينك وبين الناس دي. اللي حصل في حياتك ما كانش قليل، اه انت في الوقت الحالي بتحاول تطلع الناس من حياتك لان هم ظلموك. انت عندك كمان برج الدلو، حصل بينكوا انفصال وشخص ما كانش كويس. برج الثور هيجيلك وهيعتذر لك الفترة الجاية. عندك كمان برج العقرب، ده جه وعليك وأذاك ووقع عليك ظلم، فخلي بالك لأن الفترة الجاية ممكن يرجع لك. انت الأبراج النارية مأذي منها، يعني انت جاي الظلم منها. حد عندك حرف حرف الحاء ظلمك، عندك حرف الألف والعين، دول
من اهل اللي وقعوا عليك الظلم، انت عايش كده بأدق التفاصيل في حياتك، في عندك لخبطة كتيرة. وكمان الست وبنتها اللي مش عايزة تسيبك في حالك، ومش كويسة ومش حبالك الخير. انت دايما اللي في ايديك مش ليك، لغيرك. انت انت كده هيكون عندك في حاجة انت تكتشفها الاسبوع كمان كام يوم، سر. هتحس ان انت هيكون عندك اخبار حلوة، هيكون عندك في تغيير. انت حصل عندك خصام، زعل، غدر من الناس القريبة منك، بس معلش. كمان عندك برج العذراء، ده وقع عليك ظلم وكان شخص مش كويس. انت في حياتك شخص نرجسي متعدد العلاقات ومش حابب لك الخير. بالنسبة لحياتك وبينك وبين عيلتك، بينك وبين عيلتك في مشاكل، في توتر، حاسس ان العيلة آه، في العيلة سايباك لوحدك، حاسس ان انت حياتك متوترة وفيها حبة توتر. في كمان السحر هو اللي دمر حياتك، معمول لك سحر، والسحر كمان مش كويس جدا، معمول لك من زمان جدا. كان في عندك علاقة مع برج الحوت، انت عايش ومستحمل وساكت، عارف مستحمل وساكت وعايش على امل ان ربنا يصلح لك الحال، ان ربنا هيغير حياتك. خلي بالك ان انت رجوع مع بعض الابراج اللي في حياتك، واحذر، لان انت اللي هتقرر انت اللي هتعمل ايه. عندك مرات اخ، عندك مرات عم، عندك حما، الناس دي بتأذي فيك. عندك في واحدة منقبة، المنقبة دي خلي بالك منها، اخت الشريك حقودة ومش بتحب لك الخير، دايما حاسة ان انت احسن منها، ان حياتك فيها احسن، فلازم تخلي بالك واهدى. اهل الشريك هم بتوع الاسحار، هم اللي بيأذوك بكل الطرق. عندك فيه طاقة تفكير، دايما بتدور على راحة البال. كمان عندك حرف الحاء، انت بتدعي عليه وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اذاني وعمل لي اذى وربنا يأذيه. عندك كمان في عندك قضية انت هتكسبها، في ارباح هتجيلك، في مكسب جايلك، انت هتسد ديون عليك. انت اللي تعبك آه مش ان انت معمول لك سحر وان انت حياتك متلخبطة، انت اللي تعبك. وعندك في زوج حد توفى، الشخص اللي كنت بتقول عليه سند، اللي كنت بتقول له كل حياتي. عندك ناس في شغلك مش حبالك الخير، خلي بالك لان انت محطوط في خانة المراقبة. خانة المراقبة عندك في عملك، دايما بيراقبوك. انت هتكتشف حاجات كتيرة جدا وهتسد الدين اللي عليك. عندك فيه انتصار على حد، وهتشوف جزء من ظلمك، انت هتاخد حقك وهتنتصر على كل الاعداء اللي في حياتك. انت تعبان جسمانيا، تعبان، صعبان عليك نفسك قوي، ان انت وقع عليك ظلم من الناس القريبة منك، ان هما جم عليك والناس اللي حواليك. تعبان جسمانيا بتحس ان جسمك كله وجعك. انت ما تقلقش لان انت عندك فيه اخبار حلوة باذن ربنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت عندكوا فيه ارتباط وجواز وخطوبة، عندك جواز، عندك حاجة تفرح قلبك، عندك طرف تالت بيتدخل في حياتك. لا اله الا الله. احذر وخلي بالك وبلاش تحكي عن اي حاجة تخص حياتك، عشان خاطر انت عندك حسد، عشان انت مش ناقص الحسد ده، انت مش ناقص، انت محسود خلقة. فلما بتحكي عن اي حاجة تخص حياتك الحسد عندك بيزيد.
انت الحسد عندك في حياتك، حتى لو اي حاجة بسيطة، انت جيت في يوم من الايام وقعدت تعيط وبتدعي ربنا وقلت يا رب املي في الله وحده، يا رب انت قادر على كل شيء، يا رب نجيني. وفعلا ربنا هينجيك، بس في عندك حاجة جواك مزعلاك، حاجة مخلياك مش ملكش نفس لأي حاجة، في حاجة مخلياك ما بقتش تهتم بنفسك زي الأول. انت كنت دايما بتحب نفسك، بتحب الشياكة، بتحب اللبس، بتحب الخروج، بتحب الناس، بس ابتسامتك اتطفت، حاسس ان انت عايش لوحدك، ان انت مفيش حد معاك، في عندك كمية حزن كبيرة. الحزن ده مخليك تعبان، مش قادر تعمل اي حاجة، ومهما يحصل مش هتقدر تعوض اللي انت كنت فيه، مش هتعرف تعوض اللي انت كنت فيه. انت بس شايل هم كبير، شايل حمل كبير، شايل حاجات كتيرة جدا فوق كتفك. كمان انت خلي بالك الفترة الجاية هيكون عندك في مناسبة حلوة بإذن الله. دايما بتح... بتحب تساعد الناس وتقف جنب الناس، بتحب الناس، بتحب مصلحة الناس على مصلحتك. عايزاك تخلي بالك كويس جدا ان انت عندك واحدة ست معاها بنت بتحسدك وبتتكلم عليك، دي مش عبالك الخير. لا اله الا الله، دي عايزة تخرب بيتك، هي بتاعت مشاكل. فانت لازم تخلي بالك عشان ما تخسرش حاجات كتيرة. انت مش عارف تعمل ايه، انت من كتر الحسد بتشوف حاجات كتيرة في بيتك. الحسد خلي اليوم كده بتصحى من النوم بتلاقي نفسك متكتف وشايل حمل كبير، مخليك كمان حاسس بالنكد بالمشاكل. مش كده وبس، انت ممكن كتر الحسد عندك مشاكل جوه بيتك، عندك فيه نمل، مش عارف ده من جاي منين ده، ومشاكل بسبب الحسد. حاول ان انت تكتم الداري عشان حياتك تبقى احسن، والخير اللي يخش في حياتك ويكون ان شاء الله خير ليك. انت فلوسك كمان متبخرة بسبب الحسد وبسبب المشاكل. بس عايزة اقولك على حاجة، اللي انت ناوي تشتريه هتشتريه. شوف انت ناوي تغير المكان اللي انت فيه هتغيره. الفترة ديت انت حاسس ان انت مش مستقر، حاسس ان هي فترة غريبة، فترة فيها توتر، فيها حيرة، من كتر ما انت مشغول، من كتر ما انت عمال تفكر كتير. خلي بالك ان في ناس كتير بتستغلك لمصلحتها مش اكتر، عشان ياخدوا منك حاجات كتيرة. انت مشكلتك ان انت قلبك طيب وما بتعرفش تميز، ما بتعرفش ما بتعرفش تميز الحلو من الوحش. انت روحك حلوة، وروحك حلوة جدا. الوضع اللي هيتحسن معاك الفترة الجاية، الوضع هيكون احسن معاك الفترة الجاية. ما تخليش اي حد يخش حياتك عشان المصلحة، ما تخليش حد يعرفك عشان مصلحته بس، رغم ان انت بتدعم كل الناس وما بتخليش حد. بس اعمل استوب، اعمل حدود بينك وبين الناس. خلي بالك انت الفترة الجاية هيكون في حاجات حلوة كتير جدا، وخلي بالك دايما العين عليك ومش سايبينك في حالك. انت روحانيتك عالية جدا، انت من الناس اللي بيستحملوا جدا، من الناس اللي ممكن يستحملوا الأذى، يستحملوا الظلم، يستحملوا حاجات كتيرة جدا. ودايما بيقولوا الأمل في الله وحده، دايما بتقول ربنا هيصلح الحال. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي هي جاية عليك. اه انت في علاقة مع الست وبنتها، او هي ناس قريبة منك، يا اما هما من الناس اللي عايزة تأذيك وعايزة تخرب بيتك. فانت لازم تخلي بالك الفترة الجاية هيكون عندك مواجهة، هيكون عندك تجمع مع حد، هيكون عندك لقاء، هيكون عندك حاجة حلوة.
الهم اللي عليك ده بإذن الله ربنا هيشيله من قدامك خالص، وهتخش في فترة راحة وفترة سعادة. انت اللي بيتعبك نفسيا ان انت اتصدمت في اقرب الناس ليك اللي كانوا عزاز على قلبك. عندك كمية انتظار، انت كنت دايما بتستني الخير، انت مش مستني حاجة من حد، بس دايما بتستني الخير، بتستني ان هم يقدروك، وان هو انت ما بتخش في علاقة بتدي اكتر ما بتاخد، وده غلط. عشان كده عندك في ندم، ودخلت ناس في حياتك، وزعلت ان انت دخلت الناس دي في حياتك وعملوا لك مشاكل. فخلي بالك، انت ظهرك الفترة دي بيوجعك جدا. ايه الحاجة اللي انت عملتها وندمان عليها جدا، ندمان عليها بسبب حياتك فيها؟ خلاص المكان اللي انت فيه تطلع منه، يا اما هتطلع رحب، يا اما تغير مكانك، يا اما هتغير بيتك. لازم تخرج من البيت اللي انت فيه ده، لان البيت اللي انت فيه ده عامل لك الطاقة السلبية، اذيك، وعامل لك كمان مشاكل. عندك كمان في امور حلوة. بلاش الدمعة تكون قريبة على خدك زي كده. لازم تعمل حدود بينك وبين الناس الموجودة حواليك، ناس كده يعني عاملة زي ما يكون ايه، عقارب. دول مش حابين لك الخير ولا حابين ان انت تكون مبسوط. دايما ما يدخلوش في حياتك غير السم. انت من كتر ما انت كاره ومن كتر ما انت مش حابب عايز تبعد، لا ما تبعدش، عشان انت الفترة الجاية حالتك هتتحسن وهتوصل للهدف بتاعك بإذن ربنا. انت الفترة دي مش حابب اي حاجة وخلاص عايز توقف حياتك، لا. انت لو تعرف ربنا شايل لك ايه، انت مش هيكون كده حالك، ولا هتكون الدموع دي قريبة منك. انا عايزاك ان انت ترتاح، وعايزاك تريح بالك. ارض بيتك كده فيها تعبين، سحالي، عندك في احلام فيها كوابيس، بتصحى من نومك متضايق مخنوق. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندك في حد، الحد ده عامل لك الطاقة السلبية، دايما مسيطر عليك ودايما بيتحكم فيك، ودي حاجة تعباك وأذاك. انت الفترة الجاية هتحط النقط على الحروف، وهتخلي بالك كويس جدا. انت عندك في خبر حمل الفترة الجاية، بس لازم تحصن نفسك أول بأول، وبلاش تاكل حاجة من حد ولا تشرب حاجة من حد، وتخلي بالك كويس. عندك في حد مسجون، حد مريض، حد تعبان، وبالك مشغول جدا، وانت حاسس ان انت مقصر في حاجة، انت في علاقة تانية مع الحبيب، في طرف تاني او في حاجة، في حقد عندك في الحد في علاقة تانية. فلازم تخلي بالك وبلاش الحركة كتير. انت مش مرتاح، وكمان يعني مهموم وحزين، بس عايزاك تهدي وتهدي أعصابك، لأن انت هتحقق التقاط كتيرة، وهيكون عندك فيه ضحكة حلوة مع بعض الناس اللي موجودة في حياتك، وهتسمع أخبار حلوة انت قاعد مستنيها. في عندكم كمان سفر، عندكم كمان في، انت في حياتك العاطفية انت بتعاني من بعض التوتر، من بعض النفور اللي بينك وبين شريكك، حاسس ان الشريك بيهمل فيك، حاسس ان الشريك عايز يعيش لوحده، بدأت تحس بالملل، بدأت تحس بالنفور، ان انت مش عايز تكمل في العلاقة دي بسبب ان الشريك مش مديك حقك وجاي عليك. حاسس ان صحتك بتتدهور، حاسس ان الفترة دي داخل في اكتئاب، داخل في حزن بسبب بعض اللخبطة، بسبب ان انت عندك توتر وفي حيرة. بس ما تقلقش، لان امورك الفترة الجاية هتتحسن، وهتخش في انطلاقة جديدة، وهتخش في فرحة بإذن الله. يعني انت ربنا هيديك الخير كله.